يعني ايه امريكا تكتب على منتج غير مناسب للبشر؟ اه والله مش هزار، ده اللي بيحصل في ولايه تكساس دلوقتي. في قانون طلع جديد هناك هيجبر شركات زي بيبسي، دوريتوس، سكيتلز، M&M's انهم يكتبوا على العبوه تحذير خطر على صحتك. ليه بقى؟ علشان في مواد بيحطوها في الاكل احنا مفكرينها طبيعيه، لكن هي في الحقيقه مصايب، صبغات صناعيه ملونه بتبوظ المخ وبتزود حركه الافراط عند الاطفال، زيوت ضاره بتسد الشرايين، وبودره بيضه كانوا بيستخدموها في الدهانات حطوها في البسكوت والحلويات. الحاجات دي ممنوعه في اوروبا من زمان، والنهارده امريكا بدات تصحى. طب احنا بنشربها وبناكلها كل يوم وكأن مفيش حاجه بتحصل. الكارثه مش صحيه، في شركات من دي معروفه انها بتدعم الاحتلال بشكل مباشر او غير مباشر، زي بيبسي كل شويه بيطلع اسمها في تقارير الدعم. يعني مش بس بتضر صحتك، دي فلوسك كمان ممكن توصل للي بيقتل طفل بريء. المقاطعه مش كلام فاضي، المقاطعه وعي وايمان وموقف. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فكر، اختار اللي بتاكله، مش بس بيشكل شكل جسمك، ده كمان بيحدد مصيرك. سلام.